ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة ونعم الله. مبدئيا كده يا حلوين نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى يا حلوين هنعمل الفول المدمس، حاجة كده تبارك الرحمن. احذفي اي طريقة جربتيها قبل كده وسجلي الطريقة دي عندك. بجد هتعملي شوية فول حاجة كده زبدة. بصوا لونه وشكله، حاجة كده تفتح النفس على سفرتك في السحور ان شاء الله في رمضان. وهقولك على السوا بتاعه المظبوط وازاي اللون يطلع معاكي اصفر كده. هقولك ان شاء الله على كل اسراره عشان تعملي شوية فول حاجة كده بجد تفتح النفس. يلا بقى يا حلوين نشوف حضرناه ازاي بأبسط طريقة. اول حاجة كده معايا كيلو من الفول البلدي، اللي هي الحباية بتاعته بتبقى فاتحة دي وكبيرة شوية زي ما انتم شايفين كده. هضيف عليها ربع كيلو فول مدشوش. انا عاملة كيلو فول، الكيلو الفول عليه ربع كيلو فول مدشوش. اهو كده بعد ما سبته منقوع في المية لمدة 4 ساعات كده وبقيت أغير المية. رفعته على النار، غسلته كويس جدا ورفعته على النار وضفت مية عليه، مية بتغلي. ضروري جدا تضيفي على الفول مية تكون بتغلي. هضيف بقى نص ليمونة كده هعصرها والنص التاني هحطه كده سليم. زي ما قلت لك انا هنا عامله كيلو فول، حابه تعملي نص يبقى انت ايه، قللي الكميه. حطيت اهو نص الليمونه اللي هو سليم زي ما هو، ومعلقه كبيره من الكركم. الكركم بيخلي الفول في حتة تانية خالص لونه. وهنزل كوباية من العدس غسله كويس جدا، وهنزل بكوباية من العدس. بس مش هضيف اي حاجة تانية. هقلبه بقى كده واغطيه وهسيب النار عالية لحد ما يغلي. هوطي النار خالص لحد ما يستوي تماما. لازم لما يغلي توطي النار خالص. اهو كده ابتدى يغلي زي ما انتم شايفين، ابتدى يخش في السوا. هديله كده تقليبة واغطيه وهخليه يكمل سوا. وكل ما المية تلاقيها تنقص زودي مية بس تكون بتغلي. اهو كده هغطيه بقى واسيبه يكمل سواه. اهو كده يا حلوين، شايفين الفول بقى مزبت معايا ازاي؟ بصوا بجد شكله يفتح النفس. اهو كده بقى استوى معايا بقى زي الزبدة. بصوا شكله بيتكلم عن نفسه. لو حابة بقى تعملي نص كيلو من الفول اعملي نص كيلو من الفول، عليهم تمن فول مدشوش، عليهم نص كوباية من العدس الأصفر، عليهم نص معلقة كبيرة من الكركم، ونص عصرة ليمون. خلاص كده زي ما قلت لكم الفول معايا استوى بقى زي الزبدة. اهو كده زي ما انتوا شايفين شكله. هحط بقى ليمون وكمون وزيت وطحينة كده وملح وبالهنا والشفا. بجد شوية فول حاجة كده تبارك الرحمن، بجد يستحق التجربة. جربوه بقى يا حلوين بنفس الطريقة بتاعتي. واتمنى بقى الاشتراك في القناة واللايك الحلو منكم والكومنت عشان ارحب بيكم، والشير مع اصحابكم. وخدي جولة في القناة كده، فيها وصفات حلوة هتعجبك جدا. يلا بقى يا حلوين نتقابل في وصفة جديدة في حفظ الرحمن.